نهى الانسانه مم. اولا، نعم. الست اللي هي الناجحه اللي وقفت قدام الدنيا كلها واللي ظهرت على السوشيال ميديا وخلتنا ولفتت نظرنا وخلتنا نسلط الضوء عليها ونقول حبيبتي تعالي معانا دلوقتي في شبابنا ومستقبلنا. حبيبتي. اول حاجه هقول نهى كان مين السبب في ان هي تكون نهى اللي موجوده دلوقتي؟ للأسف. وبصراحه لا ده بصراحة ده احنا كده هنقلب البرنامج. اتفضلي. بصي مبدئيا هو السند اصلا ربنا سبحانه وتعالى، ده اولا واخيرا وعاشرا ومليون، يعني فاهماني؟ يعني كل حاجه هو ربنا. ونعم بالله. بس يعني تقدري تقولي كده الصدمات حلوه، يعني كل ما بتتصدمي كل ما بترجعي اقوى، كل ما بتتوجعي وتتقهري وتتكسري بترجعي اصلب، كل ما بتقعي بتقومي بسرعه جدا. يعني دلوقتي بقت سرعه بالنسبه لنا، انت بتقعي هوبا بتقومي، يعني مجرد ما تقعي في ثواني بتقومي خلاص. بقى في كل لا قصه مبالاه، نجاح وجع بقى في لا مبالاه، حقيقي. يعني بقى عندي تناحه كده، تحسي ان حقيقي. في تناحه كل كده. قصه نجاح وجع. فكل ما بتصدم بطلع بحاجه مفرقعه، كل ما بتكسر بطلع بحاجه مفرقعه. يعني كل الشهادات اللي بتقولي عليها دي كل شهاده كانت بعد كسره، يعني لحد ما وصلت مش عارفه اروح فين بقى بعد والله لو كده. انا كانت اوصل الازمات للاستاذيه بقى بعد لو كانت الازمات بتقوينا وتخلينا نطلع ونبقى بالشكل ده، يبقى يا مرحب بالازمات اللي تخلينا نقف على ارض فعلا الواقع فعلا كده. كل ما تحطيها تحت رجليكي بتعلي، يعني كل ما تحطي مشاكلك وهمومك حقيقي فعلا واقع، والله مش عشان برنامج، كل ما بتحطي مشاكلك تحت رجليكي انت بتكبري، كل ما بتنزليها من على كتافك انت بتعلي. ودي رساله بجد. لكل ست بتقول انا ست، وزي ما بيقولوا اصل الست مكسوره الجناح، احنا ما فيش حد فينا مكسور الجناح، بالعكس ابدا، احنا ستات اقوياء. طول ما عندك لا لا مخ لا انت لا. بيفكر وعقل ممكن يحدد وعندك اهداف عايزه توصلي لها، فمفيش حاجه اسمها ست مكسوره الجناح ولا حد غلبان ولا محتاجه لظل ولا محتاجه لحيطه سند. السند هو ربنا. سند ربنا عشان ما بخس برضو حق حد يعني. اهلي برضو كانوا بيدعموني، لما بيلاقوني بتكسر بيقفوا